الراجل ده بيكون عينه على البنت اللي شغاله في المطعم وبيرمي المعلقه تحت الترابيزه وبيندع على البنت وبيطلب منها انها تجيب له المعلقه بحجه ان ظهره تعبه. واول ما بتنزل تجيب له المعلقه بيطلع التليفون وبيصورها، والبنت بتشوف انه كان بيصورها وبتخاف منه وبتقول انت كنت بتعمل ايه. وبيجي المدير على صوت الزعيق وبيقول في ايه، وبتقول له الراجل ده كان بيصور ظهري. والاتنين بيبصوا على بعض وبيفضلوا يضحكوا، وبيقول لها انت مش عارفه ده مين؟ ده مدير المطعم اللي احنا شغالين فيه. والمدير بيقول لها تاسفي له، والبنت بترفض وبتمشي وبروح وراها وبيقول لها لو ما تاسفتيش هطردك. والبنت بتقول عادي وبتروح تقلع هدوم الشغل، بس المدير بيغريها وبيقول لها انت مش هتلاقي مكان تشتغلي فيه ولا المرتب اللي احنا بنديهولك. والبنت بترجع في كلامها وبتروح لمدير الفرع وبتتاسف له وبيقول لها تعالي ورايا في المكتب عشان عايز اسهر معاكي. وبعد شويه لما بتدخلوا المكتب بتطلع التليفون وبتصوره وبتخبيه على جنب عشان ما يشوفوش، وبتكون معاها عروسه وبيفضل بقى يكلمها وبيقول انا معجب بيكي والكلام ده. بس في الاخر بتشوف التليفون وبيعرف انها كان بتصوره وبياخد التليفون وبيروح يضربها، بس بترش حاجه في وشه وبتقدر انها تهرب. وتاني يوم لما بيكون قاعد مع صاحب المطاعم دي كلها البنت بتروح له والمدير بيستغرب وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ مش انا طردتك؟ او بتحط طبق بيكون فيه تليفون وبتوري لصاحب المطعم انه شخص مش كويس وبيضايق البنات، وبيطلع ان العروسه دي كان فيها كاميرا وبتصوره برضه وبيكون عايز يضربها. بس صاحب المطعم بيوقفه وبيقول له انت مطرود ومش هتاخد مني مرتب، وبيوعده انه هيحبسه.